في الحلقة دي هنتكلم عن المساحة بتاع الأرض اللي هي محصورة ما بين الهضبة بتاع الصحراء الغربية ووادي النيل. ممر التنمية والتعمير ده بيفسح لنا الحتة اللي هي متلونة باللون الأبيض ده في الخريطة دي. الحتة اللي متلونة باللون الأبيض دي هي منطقة موازية لدلتا وادي النيل ونهر النيل، في حتة مستوية قبل ما نوصل للهضبة العالية بتاع الصحراء الغربية اللي ماشي فيها الممر، قبل ما نوصل للهضبة اللي ماشي فوقها الممر. احنا الأول عايزين نعمل الممر ده فوق الهضبة. ليه؟ لأنها حتة مستوية والمنسوب بتاعها من الجنوب عالية ومن الشمال واطية، معناها انها ماشية كده بين حدار، ده يخلي العربيات وكل تسهيل المواصلات والقطر والمية اللي نازلة من الجنوب للشمال كله ينزل في منسوب نازل من فوق عالي وينزل واطي لحد ما يوصل لدلتا وادي النيل. يعني معناها ايه؟ معناها ان جغرافية مصر بتسمح لنا ان احنا نعمل الخط ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، الارض اللي هي محصورة ما بين الهضبة العالية ووادي النيل والدلتا دول 10.5 فدان أرض مستوية. 10.5 معناها إنهم ضعف المنطقة اللي فيها السكان النهاردة. يعني الدلتا ووادي النيل دول اللي فيهم الأرض الزراعية دول 5.5 مليون فدان، فإحنا بنفتح 10 مليون فدان للتوسع، مش بس الزراعي، العمراني والصناعي. والحتت دي ما هم ممكن اعمل فيها صناعات، ممكن اعمل مصانع جديده، ممكن اعمل فيها مغازل جديده، ممكن اعمل فيها استاد للعب الكوره، ممكن اعمل فيها كل الحاجات اللي ممكن نتوسع فيها نقدر نعملها في الحتت الفاضيه دي، وحتت مستويه وفاضيه وقريبه من المسكن وبعيده عن الهضبه ومؤهله لانها تنمو. ما كناش بنفكر فيها زمان. ليه؟ لأن كل الفكر كان على الدوام على الحتة بتاعت اللي النيل بيغمرها. كنا بنروح الحتة يعني على ضفاف النيل اللي هو النيل بيغمرها من أيام قدماء المصريين. النيل يجي في الفيضان يغمر الحتة دي ويمشي وينزل، يغمر المنطقة دي وينزل، وإحنا عايشين فيها ما تحركناش. فده من تاريخنا لم نتحرك منها خالص، والمصري ما زال محصور بالدلتا والوادي النيل ده ما بيتحركوش. حتى المصريين اللي بيروحوا يشتغلوا في الكويت وفي السعودية يروح هناك يجيب فلوس، يعمل حق عمارة وعربية ويرجع على طول ويعيش في الحتة اللي هو عايز فيها. معناها ان المصري مربوط بالنيل ومربوط بالدلتا ولن يتحرك بعيدا عنهما. عشان كده لازم نجد مكان قريب من الدلتا ومن وادي النيل وللدلتا نتوسع فيه على راحتنا، يؤهل لنا ليس فقط أرض زراعية جديدة ولكن إعمار مدن جديدة، قرى جديدة، صناعات، تجارة، سياحة، من كل أصناف التقدم الاقتصادي يسمح لنا فيها حتة نتوسع فيها على الدوام. وده يسمح لنا أن احنا نتوسع في الباقي. يعني في أماكن كتيرة جدا في سيناء، وعملنا تجارب بالصور الفضائية، أماكن جديدة ممكن نعمرها في سيناء، أماكن نعمرها في الصحراء الشرقية وخاصة عند وادي إنا هنا في منتصف المنطقة، أو أماكن في الصحراء الغربية. وارد إن احنا نتوسع هنا وهنا وهنا، لكن التوسع الحقيقي اللي هو التوسع الأفقي في مساحة شاسعة جدا لابد أن يكون قريب من النيل وقريب من الدلتا، عشان الناس ما تعتبروش سفر بعيد، عشان الناس لسه تبقى مربوطة بالأماكن اللي هي متعودة عليها. لأن المصري لا عايز يعيش في الأماكن اللي هو متعود عليه، جنب قرايبه، جنب جيرانه، جنب عشيرته. فاحنا اذا كنا عارفين ان المصري والمصريه كده يبقى نفتح لهم المجال قريب لهم، وخاصه وان ده يفسح مجال لتوسع هايل جدا ضعف المساحه اللي احنا عايشين فيها النهارده.